في يوم وليلة اللاعب الصغير المحترم أحمد رفعت توفاه الله سبحانه وتعالى. في الأول ندعي ربنا سبحانه وتعالى إن ربنا سبحانه وتعالى يرحمه ويغفر كل ذنوبه، ويعني إن شاء الله نحتسبه عند ربنا سبحانه وتعالى أي ذرة تعب هو حس بيها وأي حاجة حس بيها ربنا سبحانه وتعالى يجعلها له سبب دخوله الجنة، وطبعا يصبر أهله ويلهمهم الصبر والسلوان يا رب العالمين. وربنا سبحانه وتعالى يجمعه بكل حبيب ليه في الفردوس الأعلى، اللهم آمين يا رب العالمين. بصراحة أنا ماليش في الكورة قوي، بس فعلا كلنا اتأثرنا باللاعب أحمد رفعت جدا جدا. أنا ولادي عارفينه، ودي كانت كلام من امبارح طبعا. عمالين نتكلم سبحان الله، ده لسه صغير، ده عنده 30 أو 31 سنة، وإزاي يعني إيه ده؟ وبعدين هو كان بيجري أصلا في الملعب ووقع، وبعدين اتعالج، قعد فترة طويلة جدا كان تعبان وتعالج، وربنا سبحانه وتعالى أراد أن يحياه مرة أخرى ويتعب، وسبحان الله يعني يجرى اللي جرى. فطبعا كانت حاجة غريبة، وحاجة محور كلام، وحاجة محور ان احنا كلنا دي رسالة لينا كلنا، سبحانك يا رب. طبعا احنا يعني لما بنلاقي اي حد ربنا سبحانه وتعالى توفاه، ده بيخلينا نفتكر كل الناس حبايبنا اللي عند ربنا سبحانه وتعالى، وبيبقى محور كلام ما بيننا وما بين ولادنا في اي حاجة زي كده. علشان كده لازم نعرفهم ان الموت ده ما بيفرقش ما بين كبير وما بين صغير، ما بين طيب وما بين شرير، ما بين اي حاجة. واكيد كلنا يعني ان شاء الله اللي بيعمل عمل كويس اكيد بيقعد له في الدنيا، اكيد بتتحول له بصوره ايجابيه في الاخره. فندعي ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا يعني يحسن ختامنا، ونتكلم مع اولادنا في حاجه زي كده، ان الموت ده خلاص. حتى احنا دلوقتي بقينا نسمع على حاجات كده غريبه جدا، اطفال صغيره، واللي بيحصل بعد الشر ربنا يعني يصبر كل الناس في الاسانسير، واللي بيحصل بره. الموت عمره ابدا ما كان حاجه وحشه ابدا، بس السؤال هل احنا مستعدين لليوم ده ولا لا؟ انا عارفه ان الموت ده فراق، وبيبعد عننا الناس اللي احنا بنحبها، بس اكيد ان الحياه في الاخره هتبقى احلى كتير جدا من الدنيا. وده اللي احنا دايما نتكلم فيه مع اولادنا ونعرفهم ان الموت مش حاجه صعبه جدا كده، بس المهم ان احنا نستعد له، لان هو مش بيفرق ما بين صغير وما بين كبير وما بين اي حد خالص. فاحنا لازم ان احنا نبقى مستعدين لحاجه زي كده، ونعمل الاعمال اللي ربنا سبحانه وتعالى امرنا بيها، ونبتعد عن اي حاجه ربنا سبحانه وتعالى نهانا عنها. انا عارفه ان احنا بني ادمين في الاول وفي الاخر، وان احنا بنخطأ، وان احنا دايما بننسى، بس عشان ربنا بيحبنا ربنا بيبعت لنا رساله وبيقول لنا خلي بالك، خلي بالك ان انت عايش في الدنيا دي، وهيجي لك وقت وهيجي لك يوم وهتموت. هيجي لك وقت وهتبقى موجود هناك لوحدك وهتتسائل، فهتعمل ايه ساعتها؟ هترد وهتقول ايه؟ عشان كده لازم نغتنم الفرصة كويس جدا في الدنيا دي، ونحب الحياة ونعيشها وكل حاجة، بس فيما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى ميزنا بالعقل علشان نفرق ما بين الصح وما بين الغلط. وربنا كمان تواب، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقبل توبتنا ان احنا عملنا اي حاجة غلط. دي فرصة كبيرة قدامك ان انت تتوب لربنا سبحانه وتعالى، وده اللي احنا نغرزه ونعلمه لاولادنا. اغلط وتعلم، علشان في الاول وفي الاخر وما تزعلش حد وانت قاصد، ما تظلمش وما تفتريش. ولو في يوم من الايام مسكت وكنت مسؤول عن ناس وكنت في مكان مسؤوليه، اياك والظلم والافتراء، اياك ان انت تيجي على حقوقهم عشان تعمل لليوم اللي انت هتبقى فيه لوحدك، تعمل لليوم اللي انت هتقف فيه قدام ربنا سبحانه وتعالى. طبعا انا بقول الكلام ده طبعا لنفسي قبل ما بقوله لولادي، وبنحاول بقدر الامكان ان احنا نعمل كده. ربنا سبحانه وتعالى يرحم موتانا، ويجمعنا بكل حبايبنا في الفردوس الأعلى يا رب. ربنا يرحمك يا أحمد، يعني ربنا سبحانه وتعالى يرحمك.